السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاية معاكم في فيديو جديد في القناة الحياة مع أميرة الكون. النهاردة هنعمل مع بعض بشوية دقيق وحبة مية، هنعمل أحلى فطير بطعم تحفة. ممكن تسميه بقى الفطير الحلو أو الفطير الحادق. لو هنعملوه الفطير الحادق يبقى هنبدل بدال السكر في الحشوة، هنحط جبنة تركي، جبنة موزاريلا، جبنة شيدر، جبنة بيضة، جبنة قريش، زي ما انت عايزة. بس انا النهارده عملته فطير حلو، او حاجة حلوة كده بالسكر. عايزه اقول لكم السكر اللي انا كنت حاشيه دوت هيبقى دايب كده، وهيبقى عامل زي صوص كراميل من جوه، طعمه تحفه. عملناه ازاي؟ هندخل كده على الفيديو، صلوا على رسول، حط لايك وكومنت حلو عشان يشجعني، ويلا بينا على الوصفه. هنا معايا كوبايه من الدقيق، مش هنحط طبعا كوبايه الميه كلها، هنحط شويه من الميه، شويه شويه لحد ما العجينه معايا تبقى عفوا تبقى كده متماسكه معايا تمام. هنحط حبه حبه كده مع بعض، واحده واحده. اهم حاجه كده نصلي على الرسول وندعي لفلسطين، هم يا رب يفرج كربهم وييسر لهم امرهم، ويا رب كده يبعد عننا اللهم امين يا رب العالمين. طبعا احنا هنا العجينه لفت معانا زي ما بوريكم كده، واحده واحده، مش مستعجلين على حاجه تمام. وانتي بتتفرجي بقى كده حطي لايك حلوه منك ليها، علشان خاطر ما تنسيش تحطي لايك. بس كده. هنا العجينه بقى كانت طبعا بتقطع معايا لان هي لسه ما لمتش معايا، ولسه يعني لسه ما عطتنيش القوام اللي انا عايزاه. فهفضل اعجن فيها كده. عايزه اقول لك ممكن بمعلقه زيت واحده هتخليها كده ايه، حلوه وطريه في ايدك تمام. بس كده احنا بقى ايه، هنكور على قد ما احنا عايزين. هنعمله كور. دي كوبايه دي واحده عملت لي خمس فطاير. هنا بصي، انت عايزه تبطريها شويه، تحط لها معلقتين زيت او معلقه زيت واحده. عايزه اقول لك اللي هي ما بتشربش زيت خالص. احنا هنقليها، يعني ما تحطيش زيت كتير. هوريكي دلوقتي الزيت قد ايه. دي بقى اسمها، عايزه اسميها المطبق، عايزه اسميها فطير، عايزه تسميها اللي انت عايزاه، بس هي حاجه حلوه. طبعا كلنا دلوقتي عندنا دقيق في البيت، اتحداكي بقى ما تقوميش تعمليها. عايزه اقولك اللي انتي في مره كده قايمه زهقانه من سندوتشات الجبنه مثلا، زهقانه من الفول والفلافل، تعملي الوصفه دي، شويه دقيق شويه ميه بس كده. هنا حطينا شويه سكر في النص، وهنطبق العجينه واحده كده واحده كده، ومعلقه يعني بصبعك كده تعصيه من الميه، حاجه بسيطه عشان تلزق معاكي، عشان ما تتفكش منك في الزيت. وهنسيبها يعني، وعايزه تعمليها كده مره واحده كده بالطريقه ديت. ممكن تمشي عليها ال اسمها ايه، النشابه ديت، براحتك. عايزه تخليها زي ما هي كده برضو براحتك. هنا بوسع لنفسي. طبعا هي سهله جدا. عايزه زي هرجع تاني واقولك، عايزه تطري العجينه اكتر من كده شويه، معلقه زيت في العجينه وهتبقى طريه معاكي خالص ولينه في ايدك. بس هي كده كده هتتقلى في الزيت، بس طبعا مش زيت غزير، احنا مش عايزين زيت كتير يعني، هي دوب حاجه بسيطه كده في الطاسه، ومش مش بتشرب زيت خالص. الاولاد عندك هيحبوها جدا، وبالذات الاطفال. يوسف بقى يعني هو للاسف بيحبها حادق، بيحب الفطير حادق، ما بيحبش الفطير بالسكر. حتى لما بجيبه من الفرن ما لو عايز فطير يقول لي لا ما تخليش ايه، راجل يحط لي عليه سكر، يعني هو عايزه كده. ممكن يغمس بيه جبنه، ممكن يعمله ساندوتش تركي، يعني هو غريب شويه بس هو هو بيحبه كده. بس والله الوصفه دي هتعجبك جدا. زهقانه بقى انت الصبح كده، ملكيش نفس للجبن زي ما قلتلك. والله بصي ما اخدتش في ايدي يعني 10 دقايق، ما اخدتش يعني، هي بسرعه، ولا هتستني الخميره تخمر، العجينه تخمر، ولا اي حاجه. بصوا الزيت شويه، مش كتير مش كتير، والزيت ده على فكره اتفضل. الفطير ما شربش زيت خالص، هيطلع معاكي مقرمش زي ما شفتيه في اول الفيديو، مقرمش من بره وحلو قوي من جوه، طري من جوه، هش كده. آه، اهو هنا بقى بيتنفخ معايا زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. عجبنا جدا، الطعم كان تحفه بجد والله. يلا كده قومي تشجعي واعمليه، وفرحي عيالك بيه بجد والله هيعجبهم جدا.
وألف هنا.